السلام عليكم، أنا بشوي أفلامين وده برنامجكم عكس التيار. اتطلب مننا في الفترة الأخيرة إن احنا نتكلم عن التسويق، وده بعد ما قدمنا لكم في الحلقة اللي فاتت كتاب الأب الغني والأب الفقير للكاتب روبرت كيوساكي. علشان كده النهاردة جبت لكم كتاب مهم جدا في التسويق ومكسر الدنيا، اسمه كونتيجيوس للكاتب الكبير جونا بيرغر. الكتاب ده كان حصل على أفضل جايزة كتاب للتسويق في عام 2014. فيلا بينا نعرف كتاب كونتيجيوس. فكرة كتاب كونتيجيوس أو معدي بتجاوب لنا على سؤال مهم جدا كلنا بنسأله لبعض وبصفة مستمرة، اللي هو إيه؟ ليه كلنا بقينا نفسنا نمسك موبايل آيفون؟ أو بقينا نفسنا نشتري موبايل سامسونج أعلى سعر؟ أو بقينا ندخل ناكل في أماكن غالية جدا، مع إن كمية وجودة الأكل دي ممكن ألاقيها في أماكن تانية كتير وبنفس الكمية والجودة؟ ليه بقيت أدخل أشرب فنجان قهوة ب50 أو 60 جنيه، مع إني ممكن أشرب فنجان القهوة ده في مكان تاني ممكن سعره ما يوصلش 10 جنيه مثلا؟ إيه اللي يخلي منتج أو سلعة معينة بتتباع بشكل أكبر في السوق وأنا شايفها إنها عاملة حالة عدوى في المجتمع وكل الناس بتشتريها، مع إن نفس الفكرة دي أو نفس المنتج أو السلعة ممكن تكون موجودة بس باسم تاني، بس ما بتتباعش بنفس الكمية أو مش منتشرة بنفس الشكل؟ اللي بيلخص كل الكلام ده هو الماركتينج أو التسويق، وهو ده اللي هنعرفه دلوقتي. التسويق لسلعة، التسويق لخدمة، التسويق لفكرة، التسويق لأي حاجة في الدنيا هو اللي ممكن يعلي الخدمة دي أو السلعة دي ويخليها تتباع بشكل كبير جدا، مع إنه ممكن يكون في نفس المنتج ده موجود بس هيتباع بشكل أقل. ايه اللي ممكن يعمل كده؟ قلنا هو التسويق. حتى لو عملت مثلا تسويق، لو هتنزل بوست مثلا على فيسبوك وعملت له تسويق صح، البوست ده هينتشر انتشار فظيع جدا انت نفسك ما كنتش متخيله. ممكن يجيب كمية لايكات وكومنتات عالية جدا، مع انه ناس كتير بتنزل بوستات على فيسبوك وممكن لا تنتشر بنفس الفكرة، او ما تعملش حالة من حالات العدوى اللي بنشوفها لبوستات معينة أو حاجات معينة. كل ده بيتلخص في التسويق. والكتاب اللي معانا النهاردة كونتيجيوس أو معدي للكاتب جونا بيرغر بيلخص لنا 5 حاجات، كل ما نجمع ال5 حاجات دول مع بعض في أي عملية تسويقية هنلاقي العملية التسويقية دي بقت ناجحة جدا بشكل معدي في المجتمع، سواء كنت بعمل تسويق لمنتج أو سلعة أو خدمة، أو حتى لو كنت بعمل تسويق لبوست على فيسبوك. أول حاجة معانا هي القيمة الاجتماعية. على كلام الكاتب جونا بيرغر بيقولك إن المحرك الأساسي لأي شخص إنه يشتري منتج أو سلعة هي شكله قدام الناس هيبقى عامل إزاي. حد مثلا رايح يشتري تليفون معين آيفون، هيبقى شكله قدام الناس عامل إزاي؟ خد خطوة إنه رايح يشتري عربية معينة، فهيبص لشكله قدام الناس لو اشترى النوع ده من العربيات هيبقى عامل إزاي؟ هيشتري مثلا شقة وهيسكن في كومباوند مشهور، فبرضه بيبص على شكله قدام الناس هيبقى عامل ازاي. حتى لو ابسط الاشياء، لو حد داخل مثلا كافيه معين يشرب فنجان قهوة هيبقى باصص على شكله قدام الناس هيبقى عامل ازاي، وممكن يعمل دعاية غير مقصودة للكافيه ده عن طريق انه هو دخل المكان ده وطلب فنجان قهوة. انا شخصيا عملت الحكاية دي لما دخلت ستاربكس وشربت فنجان قهوة، رحت طلعت تليفوني كده ورحت واخد سيلفي مع فنجان القهوة جوه ستاربكس، وطبعا اخدت الصورة دي وشيرتها على صفحتي على فيسبوك وعلى انستجرام وعملتها ستوري في كل حتة. فانا حاسس ان في قيمة اجتماعية مضافة ليا عن طريق ان انا دخلت مكان مشهور جدا وعالمي زي ستاربكس. هي دي فكرة القيمة الاجتماعية. طبعا في ناس ممكن تقول لك لا الكلام ده مش صحيح، وانا بدخل المكان ده او بشتري الحاجة الغالية دي علشان هي تستاهل فعلا الفلوس اللي بتدفع فيها. انا معاك طبعا في ده، بس لو افتكرت انت اول مرة تدخل تاكل مثلا في مكان غالي او تشرب حاجة في مكان غالي جدا، هتلاقي نفسك كده في اول مرة انك عملت كده علشان شكلك قدام الناس هيبقى عامل ازاي او قدام صحابك هيبقى عامل ازاي. اللي أنا عايز أقوله لك إن القيمة الاجتماعية حاجة مهمة جدا في التسويق، لدرجة إن في ناس ممكن تدفع ملايين علشان تعلي قيمتها الاجتماعية. فأنت تخلي بالك لو أنت بتبيع منتج أو سلعة أو فكرة أو أي حاجة في الدنيا، لازم تدور وتشوف إيه القيمة الاجتماعية اللي ممكن السلعة بتاعتك أو الخدمة تضيفها للناس،
وكل لما تركز على القيمة الاجتماعية دي وتشتغل عليها أكتر، التسويق هيبقى ناجح أكبر والمنتج بتاعك هينتشر بشكل معدي. تاني حاجة معانا في الكتاب النهاردة هي فكرة الجرس. اوعى تفتكر ان المنتج بتاعك اللي انت بتبيعه او الخدمة او السلعة الناس هتفتكره كده لوحدها، تبقى انت غلطان على نفسك جدا. لازم تخلي حاجة ثابتة بتحصل في يوم الناس العادي تفكرهم بالمنتج بتاعك، سواء انت كنت بتبيع منتج او سلعة او خدمة، او حتى لو عندك قناة مثلا على اليوتيوب وعاوز الناس تفتكرها. فمثلا بشوي أفلامين عكس التيار، فلازم الناس هتفتكر، هتربط باسم بشوي أفلامين ببرنامج عكس التيار. شركة كيت كات مثلا في 2007 كانت مبيعاتها بتقل جدا، فحاولت تعمل حاجة زي الجرس كده تفكر بيها الناس. فجت في أول إعلان ليها ربطت كيت كات بالقهوة، ربطت كيت كات بالهوت شوكليت، لحد ما وصلت التطورات لكذا إعلان وكذا حاجة بتعملها، وصلت إنها ربطت كيت كات بوقت الراحة بتاع الموظفين أو بتاع أي حد بيشتغل. هاف بريك، هاف كيت كات. فالناس بقت كل لما تروح بريك تفتكر إن في حاجة اسمها كيت كات، كل لما تطلب قهوة تفتكر إن في شوكولاتة اسمها كيت كات. فربطت الاتنين ببعض، وده أدى إلى نجاح تسويقي جامد جدا، وارتفعت مبيعات شركة كيت كات. هنلاقي كل الشركات الكبيرة بتعمل كده، زي بيبسي وفودافون وبنيل، وكلهم بيعملوا كده. في كمان حاجة تانية لفكرة الجرس مهمة، إن الجرس يرتبط بميعاد معين. يعني مثلا كان عندنا برنامج في التلفزيون اسمه برنامج 10 مساء، فأنا كل ما أبص في الساعة وأشوف الساعة 10 أفتكر إن في برنامج اسمه 10 مساء، حاجة كده بتثبت عندنا. حاجة زي مثلا النشرة بتاعت 9 بتاعت الأخبار، بتيجي مثلا الساعة 9 ويليها برنامج اسمه 9، فأنا حفظت إن نشرة 9 بيليها برنامج اسمه 9، ودي فكرة الجرس. والفكرة دي مهمة جدا في أي عملية تسويقية، وبتخلي أي عملية تسويقية لأي منتج أو سلعة ينتشر بشكل معدي أكبر. فكل لما نجمع مثلا رقم 1 القيمة الاجتماعية مع فكرة الجرس، كل لما نجمع الحاجات دي مع بعض بيدينا تسويق ناجح جدا. تالت حاجة معانا في الكتاب وهي المشاعر. لو لاحظنا كل البوستات على كل السوشيال ميديا هنلاقيها يا إما مفرحة قوي يا إما حزينة قوي. فالشركات والناس اللي مهتمة بالتسويق أخدت بالها من الموضوع ده، فقالوا إن احنا ندخل للعميل عن طريق المشاعر. فهتلاقي مثلا شركات كتير جدا زي شركات الاتصالات عايزة تبيع منتجاتها للناس، فبتدخل لهم من ناحية إن احنا مثلا بنقربك من كل حبايبك ومن صحابك ومن عيلتك، وبالذات الموضوع ده مثلا بيحصل في رمضان. بتدخل لك من حتة المشاعر دي إن احنا بنخليك قريب من كل الناس اللي حواليك علشان تبيع منتجاتها بشكل كبير جدا. شركات مثلا زي شركات الكوكاكولا وبيبسي وكده، مرة عملوا إعلان لبيبسي وكان الإعلان ده بيعمله عمرو دياب، فبيقول لك مثلا عطشان، لو عطشان اشرب بيبسي. فمثلا عمرو دياب معدي كده، فمثلا لقى كنز بيبسي وجنبه ازازة مية، فراح عمل نفسه مش شايف المية وراح خد كنز البيبسي وشرب منه على اساس ان هو عطشان وارتوى. فالشركات بتلعب على حتة المشاعر دي علشان تزود التسويق بتاعها، وبالتالي تزود المبيعات بتاعتها. يربطوا لك مثلا الجبنة النستون بتسبب سعادة للأطفال، فتخلي مثلا كل العائلات وأولياء الأمور كده يجيبوا جبنة نستون لعيالهم علشان يبقوا فرحانين ومبسوطين. لو هيعملوا مثلا إعلان لمنتج لبن معين وقال لك مثلا إن المنتج ده هيخلي فيه قيمة غذائية عالية في اللبن ده، وهيخليك مثلا تشوف عيالك في صحة كويسة جدا، وعيالك هيكبروا وهيتجوزوا وهيخلفوا وعيالهم برضه هتشرب نفس اللبن، وانت كده العيلة بتاعتك دي هتبقى عيلة من أكبر العائلات في العالم. فكل ده مشاعر بيربطوك بيها بالمنتج علشان انت تستهلك المنتج وكمان تسوق للمنتج فيبقى منتشر بشكل معدي. رابع حاجة معانا النهاردة هي القيمة العملية. أي منتج في الدنيا لازم يكون ليه قيمة عملية خاصة بيه، منتج، سلعة، خدمة، فكرة، لازم يكون ليه القيمة العملية الخاصة بيه اللي أنا هشتري المنتج ده على أساسها. فلازم كل ما تعلي القيمة العملية دي للمنتج وتربطها كمان مع الحاجات التانية اللي قلناها، القيمة الاجتماعية وفكرة الجرس والمشاعر وكده مع القيمة العملية للمنتج، هتلاقي المنتج ده بيتباع بشكل كبير جدا، لدرجة ان هو يوصل برضو زي ما قلنا انه يبقى تسويقه بشكل معدي في المجتمع.
خامس حاجة معانا يا صديقي هي قوة القصص. بتعتبر القصص من أهم الحاجات اللي ممكن تخلي المنتج بتاعك أو السلعة يتباع بأسرع ما يمكن، بمعنى إنك كل ما تربط المنتج بتاعك أو السلعة بقصة معينة بتعلق مع الناس هتلاقي ده بيفرق معاك جدا، حاجة شبه حصان طروادة كده. الكاتب هنا كان قاصد إنه يوصل فكرة للناس إنك لا تثق في الأعداء، فعمل فكرة حصان طروادة في الفيلم. وكلنا عارفين طبعا القصة إن حصان طروادة هو اللي خلى الأعداء هم اللي يقتحموا المدينة بتاعة طروادة، وكانت نهاية الفيلم. فالكاتب وصل الفكرة عن طريق قصة معينة علقت مع الناس بشكل كبير جدا. تسمع مثلا إن عمرو دياب حصلت معاه حادثة في الكليب الأخير اللي كان بيعمله، فهتلاقي مصر كلها حابة إنها تدخل تسمع الفيديو كليب بتاع عمرو دياب ده. عادل إمام وهو بيصور المسلسل الأخير حصلت معاه مشكلة معينة مع أحد المنتجين أو مع أحد الزملاء حتى، هتلاقي الناس كلها مهتمة إنها تسمع المسلسل بتاع عادل إمام ده. الكاتب هنا استشهد كمان بقصة ظريفة جدا لشركة باندا، أو هو إعلان أصلا عملته شركة باندا بتاعت الجبنة والألبان المصرية، وده اتذكر في الكتاب كونتيجيوس للكاتب جونا بيرغر. الإعلان هنا كان بيقول إن مثلا في طفل داخل سوبر ماركت هو ووالده، فبيطلب من والده إن هو يشتري له جبنة باندا، فالوالد هنا بيرفض لأي سبب من الأسباب. ففجأة بنلاقي حيوان باندا بيظهر في الفيديو وبيقول للأب ده إنه لازم يشتري لابنه جبنة باندا، وبيمسك العربية اللي حاطين فيها الحاجات بتاعتهم اللي مشترينها وبيكسرها، والحيوان بيعمل ثورة كده إنه هو الأب رفض إنه يشتري جبنة باندا لابنه. فبعد كده بنلاقي الأب داخل تاني مرة السوبر ماركت، فابنه بيطلب منه نفس الطلب فبيستجيب لابنه على طول. فهنا ربطنا الجبنة الباندا بالقصة بتاعت حيوان الباندا كده. فهنا كل ما اشوف حيوان الباندا هفتكر الجبنة وشركة الألبان. فكل ما تربط المنتج بتاعك أو السلعة أو أي حاجة أنت بتعملها بقصة معينة، هتلاقي المنتج ده أو الفكرة التسويقية اللي أنت بتعملها هتبقى منتشرة بشكل معدي جدا في المجتمع، علشان الناس بتحب القصص جدا. وبكده يبقى لخصنا كتاب كونتيجيوس أو معدي في 5 نقاط أساسية أو رئيسية، هي القيمة الاجتماعية وفكرة الجرس والمشاعر والقيمة العملية وقوة القصص. وده كان كتاب كونتيجيوس للكاتب الكبير جونا بيرغر. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم بشوي أفلامين عكس التيار.